يلا يا باشا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا كده بندخل الزريعه عندنا في الفرن. مهم قوي نعرف شويه المعلومات دي علشان الزريعه ما يحصلهاش مشكله وتعيش معانا. اول حاجه لما بنجيب الزريعه في الكاس بتاعتنا بننزلها في الحوض ونسيبها حوالي ربع ساعه علشان هي جايه في الطريق مجهده والظروف بتاعتها متعبيه من احواض اتحطت في اكياس. الأكياس دي بعد كده دي ظروف غير الظروف بتاعتها، فبالتالي هنا في لودنج على الزريعه دي. غير ان درجه الحراره بتاعت الزريعه نفسها اللي احنا شايفينها في الكاس دي مختلفه عن درجه حراره الحوض. احنا بنسيبها حوالي ربع ساعه علشان تتساوى درجه الحراره ما بين الميه اللي موجوده في قلب الاكياس والميه اللي موجوده في قلب الفرن. بعد كده بنفتحها وبنسيبها شويه ونبتدي ننزل الاكياس بالراحه. هنشرحها كمان شويه هتشوفوها دلوقتي، بحيث ان الميه اللي موجوده في الحوض تخش في قلب الاكياس وتبتدي تتعادل قلويه او البي اتش بتاع الميه مع البي اتش بتاع الميه اللي موجوده في قلب الاكياس. تمام. ويبتدي درجه الملوحه تتعادل ما بين الاثنين. يبقى دي اسمها كل اللي احنا بنشرحه ده كله اسمه ايه؟ اسمه عمليه اقلمه، ودي مهمه جدا. اقلمه في الاسماك معناها ان انت تعيش معاك والسمكه ما يحصلهاش اي مشكله وتقدر انها تكمل الدوره بتاعتها في السمكه. شويه كده وان شاء الله بعد الفاصل ده هنشرح واحنا بنفك الاكياس واللي كان بيشغل ده هو اللي هيفكها كمان شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.